السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيلة اللي معانا النهاردة هي عيلة الديكلوفيناك. قبل ما نتكلم عن العيلة دي خلينا أفكرك بالمثال اللي قلناه قبل كده. لو الشخص مركب محلول والمحلول ده فيه حقنة كيتولاك أو حقنة أدولور وحس بضيق في التنفس، يبقى لازم يوقف المحلول فورا أو يستبدله بمحلول تاني لا يحتوي على هذه الحقنة، أو ممكن يستبدلها بحقنة ديكلوفين. النهاردة بقى هنعرف ليه العيلة دي آمنة على الأشخاص اللي عندهم أزمة أو مشكلة في التنفس. خلينا نفتكر مع بعض إن سبب ضيق التنفس هو إن الدواء المستخدم بيقفل الكوكس، وان الارشيدونيك اسيد كله هيبقى رايح ناحيه اللوكس فهيحصل برونكو كونستريكشن. طيب لو قلت لك ان الميكانيزم بتاع عيله الديكلوفيناك بيقفل تكوين الارشيدونيك اسيد نفسه، يعني مفيش لا كوكس ولا لوكس، وعشان كده مفيش ليوكوترينس هيتكون. يعني دلوقتي الديكلوفيناك بتشتغل بثلاث طرق، وهي قفل الارشيدونيك اسيد وقفل الكوكس وقفل اللوكس، وده بيشرح سبب ليه هو اول حل بيلجأ ليه اي دكتور. العيله دي منها نوعين اتنين، ديكلوفيناك صوديوم وديكلوفيناك بوتاسيوم. الفرق بينهم مش كبير، تقدر تقول ان البوتاسيوم بيمتص اسرع فمفعوله اسرع في حالات الالام اللي محتاجه تتعالج فورا. العيله دي منها تركيزات كتير، 25 و50 و75 و100 مللي جرام و150 مللي جرام. خد بالك ان الجرعه اليوميه للعيله ديت لا تتجاوز ال 150 مللي جرام في اليوم، ممكن تتجاوز الجرعه دي وتوصل ل 200 و250 مللي جرام في حالات الالتهاب المفاصل الروماتيزميه او الالام الحاده جدا، وده طبعا تحت اشراف الدكتور المعالج. يعني على حسب الحالة بيكتب الدكتور الجرعة مرة أو مرتين أو 3 مرات، وطبعا مرة ده بيكون للجرعة 100 مللي جرام وال150 مللي جرام، مرتين ده بيكون لل75 مللي جرام، 3 مرات ده بيكون لل50 مللي جرام، وأحيانا 4. طيب العلة دي بتبقى موجودة في الصيدلية في حالة أقراص مثلا، بيكون مكتوب على العلبة جنب الدوز حروف زي الاس ار والبي ار والاي ار، ودي بتكون موجودة في الجرعات من أول 75 مللي جرام. طيب يعني إيه الحروف دي؟ الاس ار تعني sustained release، يعني ده بيمتص على فترات طويلة، وده بيكون ليه مميزات كتير، منها ان انت مش محتاج تاخد الدواء مرات كتير في اليوم، ممكن تاخده مرة او مرتين بس، لان هو ممكن يمتد وجوده في الجسم ل 12 ساعة واحيانا 24 ساعة. كمان بيخلي الدواء موجود بكميات متساوية في كل الفترات، وكمان هيكون تأثيره على المعدة وعلى الكلية والضغط بسيط على فترات طويلة. بمعنى بدل ما الدواء كله يقفل كوكس 1 مرة واحدة ويتعب المعدة، هيقفلها برضه لكن على فترات. طيب ايه العيب اللي هي بتعمله؟ ان هي مش بتستخدم في حالات التسكين الفوري، يعني لو واحد عايز حاجة تسكن الألم دلوقتي حالا ما ينفعش استخدم معاه مادة مكتوب عليها اس ار او بي ار، تستخدم بس في حالات الكرونيك بين، اللي هي الحالات المزمنة اللي محتاجة تسكين لفترات طويلة زي تسكين ألم المفاصل. طيب يعني ايه اي ار؟ تعني immediate release، يعني دواء بيمتص ويزيد في الجسم على طول، مدة ظهور تأثيره في الجسم سريع، يعني هو ده اللي بيستخدم في حالات التسكين الفوري. عيبه بس ان هو بيأثر على كوكس 1 بسرعة. الآثار الجانبية للعيلة دي ان هي بتقفل كوكس 1 في جميع حالاتها، يعني هتأثر على الحموضة وعلى الكلية والضغط وسيولة الدم.